بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. عشاق الشوكولا، اليوم جبت لكم زوج وصفات سهلين في التحضير. شوكولا شو لو تيراميسو او شوكولا. طريقة سهلة في التحضير، بقاو معايا للأخير باش نتعرفوا على المقادير وعلى كيفية التحضير. نبداو بالشوكولا شو. نحتاجو الشوكولا نوار والشوكولا مارون. أنا استعملت هذا النوعية 70% كاكاو. راح ندي من الشوكولا نواغ 100 غرام ومن الشوكولا مارون 25 غرام. راح نحتاجو الحليب. هنا استعملت إطرة مع 100 غرام شوكولا نواغ و25 غرام شوكولا مارون. السكر حسب الرغبة، نص مغرفة نشا وربع مغارف كبار كاكاو، نص فنجان قهوة، رشة كبيرة ملح. التزيين نحتاجو لاكريم شانتي، والتزيين دايما اختياري. نبداو في طريقة التحضير. ملاحظة اللي تحب كمية قليلة تستعمل نصف المقادير. أنا هنا حطيت إطرة حليب، تقدروا تستعملوا نصف لتر باش تحصلوا على كمية قليلة. نحطوا النواشف كما راكم تلاحظوا مع الحليب، ونخلطوا كلش بارد في بارد. الكاكاو والنشا لازم نغربلوهم باش ما يتشكلوش معنا هذوك الحبيبات. نخلطوا كلش بارد في بارد كما راكم تلاحظوا. بعدها راح نحطوا هذه المكونات فوق النار مع التحريك المستمر. كي نشوفوا هذا الحليب سخن راح نزيدوا الشوكولا ونبقاو نحركوا بهذا الخلاط اليدوي حتى نذوب معنا هذا الشوكولا. هنا للتزيين زينت بالكريم شانتيي. هنا باش نزين هذا الشوكولا شو حطيت نص كاس تاع ما في الفريجيدير باش يبرد. بعد ما برد زدت معاه نص كاس تاع شانتيي وطلعت هذا الكريمة بالخلاط الكهربائي. وهنا بعد ما سخن الحليب بديت نزيد في الشوكولا كما راكم تلاحظوا. نبقاو نخلطوا جيدا حتى هذا الشوكولا تذوب. كما على بالكم هذا المشروب سخون يوالم هذا البرد. قدمت هذا المشروب في هذا الكيسان. حطيت دي غوزاز تاع الشونتيي، زدت فوقهم رشة تاع كاكاو. كما تقدروا تزينوا هذا المشروب الحلوى تاع شاماليو، ولا تقدروا تخليوه بدون تزيين. وهذا هو الشكل النهائي، مشروب دافئ بنين ويوالم هذا البرد. نروح للوصفة الثانية اللي هي التيراميسو أو شوكولا. نحتاج 125 غرام شوكولا نوار. استعملت هذا النوعية 70% كاكاو. السكر حسب الرغبة، زوج علب كريمة سائلة. استعملت هذه اللي فيها 30% مواد دسمة. نحتاج 125 غرام جبنة الماسكربون. نحتاج أيضا الليبودوار. هذا الليبودوار كنت شريتهم من الماغازان تاع ليدل. أول حاجة نبداو بها نحضروا الغاناش تاع الشوكولا ونخليوه يبرد. حطيت 125 غرام تاع شوكولا نوار مع علبة تاع كريمة سائلة فيها 30% مواد دسمة فوق حمام مائي كما راكم تلاحظوا. نذوبوا مليح هذا الشوكولا مع الكريمة السائلة. نفرغوا هذا الخليط في إناء يكون صغير ونغطيه بالبابي فيلم باش ما تتشكلش معنا هذيك الطبقة اليابسة. نحطه في الثلاجة ونخليه هذا الغاناش يبرد. نحطوا هذا الغاناش في الفريجيدير نخليه يبرد ونروح نشوف بقية المراحل.
هنا في غيسيبيون حطيت نص علبة تاع جبنة الماسكاربون. هذه العلبة فيها 250 غرام، استعملت 125 غرام. نزيدوا السكر يبقى دائما حسب الرغبة. أنا هنا حطيت 2 مغارف كبار ماهمش مملوئين، واللي تحب هذا التحلية تجيها حلوة تزيد السكر. نزيدوا العلبة اللي بقات تاع الكريمة السائلة. نخلطوا هذا المقادير بالخلاط الكهربائي حتى نتحصلوا على كريمة. هنا تحصلت على هذا الكريمة، راح نخلطها مع الغاناش والشوكولا اللي خليناه يبرد في الفريجيدير. نخلطوا هذا الكريمات مع بعض بالخلاط الكهربائي، نتحصلوا على كريمة بنينة بزاف راح نستعملوها في تحضير هذا التيراميسو. هنا جبت هذا لابوش، راح نحط فيها هذا الكريمة. في هذا المرحلة راح نجيبوا الحليب، نزيدوا له شوية قهوة، تيراميسو وشوكولا نديروه بالحليب والقهوة. نجيبوا الكؤوس اللي راح نقدموا فيهم هذا التحلية. كما تقدروا تستعملوا المول مستطيل ولا مربع، وبعد ما تبرد هذا التحلية تقطعوا مربعات وتقدموهم في صحون. نشمخوا لي بودواغ في الحليب والقهوة كما راكم تلاحظوا. نحطوا الطبقة الأولى في الكؤوس، بعدها راح نحطوا الكريمة، نزيدوا طبقة أخرى من البسكويت تاع لي بودواغ، وفي الآخر طبقة من الكريمة. نعدلوا مليح السطح تاع هذا التحلية بالمغرفة، ونحطوا هذا الكؤوس في الفريجيدير، نخليهم يبردوا البضع ساعات. بعد ما يبردوا مليح وتتماسك هذا الكريمة، نزينوا بلينوا دو بيكون ورشة تاع كاكاو، والتزيين يبقى اختياري. تقدروا تسيبودريو ديريكت الكاكاو بلا ما تحطوا الجوز. تحلية بنينة بزاف سهلة في التحضير كما راكم تلاحظوا. جربوها وخليوا لي راكم في التعليقات. شاركت معكم 2 وصفات بالشوكولا، شوكولا شو اي لو تيراميسو او شوكولا. وصفات سهلين في التحضير كما تبعتوا معايا. نتمنى هذا الفيديو تعجبكم. اذا عجبتكم ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك في القناة. خليوا لي راكم في التعليقات. ان شاء الله الفيديو الجاي تلقاكم في احسن الاحوال. في امان الله.